السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل حبايب قلبي. ان شاء الله النهاردة هعرض لكم افضل طقم بايركس. يعني افضل طقم بعد البايركس هو بركان ده اللي هو يعني رقم 2، لكن رقم 1 اللي هو البايركس الاصلي اللي هو اسمه بايركس، يعني اسمه بايركس، اسم الطقم نفسه بايركس. تمام. ده افضل نوع اللي هو الفرنساوي، لكن تاني نوع على طول اللي هو التركي. طبعا انت الفرنساوي بيبقى قليل عندنا في مصر، فانت هتجيبي التركي المشهور ده كان عامل 850 جنيه. كان عبارة عن 5 قطع. اول قطعة الطاجن ده هو طاجن كويس، يعني هو غويط لكن مش واسع، بس يكفي من 4 ل5 افراد. تمام، يعني ماشي الحال. ودي تاني قطعة برضو طاجن بيضاوي، يعني طاجن مستطيل وطاجن بيضاوي. 2 طاجن بيضاوي وطاجن مستطيل، وكمان حلة وغطاها، وتقدري تستخدمي الحلة لوحدها، والغطا تقدري تستخدميه عبارة عن طاسة اللي في الاول خالص، اللي اول حاجة طلعتها يعني. كنت هقولك ايه يا رب، ده كان عامل 850 جنيه. ده تقريبا افضل نوع بعد الفرنساوي. لو لقيت الفرنساوي تمام، ما لقيتهوش خلاص. انا ما جبتهوش لبيتي انا عشان محدش يقول لي بعد ما استخدمتيه اللي جرى. لا، انا جبته، انا صورته في المحل زي ما انتم شايفين. انا في المحل، هو عشان كده مش فاتحه الكاميرا يعني. دي حله طبعا والغطا بتاعها. بس انا رايي انك هتستخدمي الحله لوحدها، وهتستخدمي الطاجن اللي هو الصغير ده اللي هو الغطا، تستخدميه زي طاسه، حاجه خفيفه كده، تعملي حاجه يعني حاجه صغيره على قد نفر، فردين 3 اقصى حاجه يعني. كنت هقولك ايه تاني. تمام، يبقى كده 2 بيضاوي و1 مستطيل والطاجن والغطا بتاعه. ده كان عامل 850. قلت لك ده افضل نوع في المحلات كلها. ده افضل نوع يعني. انا لما شفت بايركس كتير، وكمان بحثت على النت، لقيت ان ده افضل نوع اللي هو التركي. البنات اللي بتسالني على البايركس انا مش بستخدمه والله. اعمل لنا فيديوهات عن البايركس، انا مش بستخدمه علشان بيوترني يعني. انا ماليش خلق بقى، لان البايركس طبعا محتاج معامله خاصه. انا هنا قلبت لك الطاجن، بوريلك ان في قاع الطاجن، بس طبعا الكاميرا مش جايبه الكلمه لانها بلون البايركس نفسه. مكتوب او منحوت او مطبوع في الازاز نفسه كلمة بركان. تمام. 2 3 4 5 قطع، عامل 850. الله يكون في عون اللي عندها 2 و3 و4 بنات. ده طقم صغير اهو، بسيط جدا، وعامل 850 بس. هو ممكن تستغني عنه عادي، لكن انا عملت لك الفيديو للبنات اللي بيسالوا دايما كتير على البايركس. انا ما عنديش بايركس ومش بستخدمه والله، لانه محتاج معامله خاصه جدا. يعني محتاج ان انتي ما تطلعوش من السخونه من الفرن وتحطيه على حاجه بارده. محتاج ان انتي ما تستخدميش المعلقه فيه خالص، يعني ما تستخدميش اي حاجه حاده خالص اثناء ما هو سخن يعني. وانتي مطلعاه بتضغطي، ممكن يعني وارد ان انتي تمسكي معلقه وتضغطي تشوفي الحاجه استوت لا ولا لا، فممكن طبعا يفرقع وكده. في ناس قالت ان هو فرقع معايا وانا ما استخدمتهوش، وبيقول لك يعني لما تسالي حد استخدم الحاجه، لكن ما مش كلام كده ايه عشوائي. انا ما استخدمتهوش، فما اقدرش اقول لك عيوبه اكتر من اللي استخدمه. تمام. لكن هو لو اتعاملتي معاه بحذر عادي تمام ماشي الحال. انت بقى عشوائيه ومالكش خلق بقى تتعاملي مع الحاجات دي، لا، يبقى معاك الاستانلس والالومنيوم كويس جدا. سلام عليكم.